لك يا مستر، ما تيجي نجرب بقى الحاجات اللي عاملها عادي جديد. عنده الكنافه الكب العثماني، وعنده كنافه ديلايتس بيقولوا عليها اختراع، وعنده اختراعات كتير عاملها، وعنده كبات عثماني. شوف بقى عنده الاسعار والحاجات اللي مقدمها جديده لرمضان، ونجرب كده بقى نشوف حلو ولا وحش. شاب محترم قوي والله. يوم تسلم، كل سنه وانتم طيبين. ونخش بقى على أجمل تشكيلة حلويات شرقية من عند العبد. جميع منتجاتهم طبعا بالسمنة البلدي اللي طعمها بيبان في الحلويات، وبيبقى طعمها مميز وجميل. وديت الشوكولاتات بتاعتهم شكلها كده يفتح النفس ويبهر، والمكسرات عندهم مقرمشة وطازة على طول، وطعم الزبيب عنده جميل جدا وخطير. 100 جرام ب 220 جنيه. مالها الفاصوليا البيضاء؟ ما شبه الفاصوليا البيضاء. قمر الدين سيجار قاعد على الهوا وتفتح منه واحده قمر الدين. كم كرواسون يعني؟ ده ب 20. يبقى 20 جنيه؟ ده 20 جنيه. انا ما كنت هجرب كرواسون، كنت هجربها عشان ربنا يخليك يا ده شيخ. محشي ايه؟ محشي شوكولاته نوتيلا اهو. والله قلبه محشي خير. لا محشي خير. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. النهر السوداني بالشوكولاته من عند العبد. بص تحفه. ها؟ شكلها تحفه. جميل اهو. دوق على حسابك. على حساب 825. بص فخامه الصندوق. صندوق لوحده فخامه. علبه مشكل 4 كيلو ب 750 جنيه. بص يا مستر، انا عجبني الكرواسون قوي، شكله حلو قوي. منتجات العبد اللي قالوا عليها ولا محتاجه اعلانات ولا دعايه. كل رمضان بيسعدنا وبيسعد الناس. طبعا حاجات العيد بتفرحنا قوي. قلبه مليان خير. ها؟ مليان خير. لا لا قلبه مليان. جامد قوي الكرواسون. دي ب 20. الاختراع اللي عاملينه دوت اللي هي كنافه ديلايتس، مغطيه كلها شوكولاته. القطعه باينه عندك كبيره ولا صغيره؟ باينه يعني انها صغيره. صغيره قوي ب 30 جنيه. طعمها جامد ومميز، طعم الشوكولاته تحفه، والسكر بتاعها خفيف، فهي جامده قوي ب 30 جنيه من حيث الجوده بتاعتها، فهي تستحق بصراحه. خش بقى على تاني حاجه يا مستر، الجديد عنده كنافه كون مانجا. دي سعرها 25. كنت تشوف بقى التيست والطعم بتاعها. طعم الكنافه حلو قوي وخفيف ومش مسكر، وطعم المانجا باين قوي قوي. حاطط قطع مانجا طعمها حلو. مختار نوع مانجا مميز مبين فيها الطعم، فطعمها حلو. سعرها 25 جنيه. بس انا بالنسبه لي دي احسن لو من حيث السعر يعني. دي قطعه جاتوه كنافه لوتس سعرها 25 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص هو العبد مميز لغايه دلوقتي، ما فيش حاجه اكلتها فيها ايه. طعم السمنه البلدي باين في جميع منتجاته ومصدر، وده اللي يميزه. شغله مش بطعم السمنه البلدي، لا هو حاطط سمنه بلدي فعلا. طعم الكنافه كلها خفيفه مش مسكره قوي، فهو عامل شغل عالي قوي. السعر ده احجام صغيره شويه بس ممتازه ممتازه. خش بقى دي على قب العثمانيه المانجا سعرها 30 جنيه. بص هو طعمها حلو وغني، بس الكنافه طريه مش ناشفه، تحس ان هي بايشه. هي دي بصراحه اقل حاجه عجبتني فيهم. الكنافه ديلايتس دي بصراحه اختراع، هتعجبك قوي. طعم الشوكولاته اللي فيها مميز جدا جدا، وطعم الكنافه من تحت في سمنه بلدي وطعمها مميز. جميله دي، جميله جدا جدا جدا، هتعجبكم. دي بقى كانت تجربتنا مع العبد. جربنا من عنده الكرواسون، وجربنا من عنده الجاتو لوتس، وجربنا من عنده الكب الكنافه العثمانيه، وجربنا من عنده الكنافه الديلايتس، وجربنا من عنده الكنافه كونو. ودي كانت تجربتي من العبد، تجربه جميله بصراحه، ومنتجاته مميزه على طول. باهرنا. وما تنسوش بقى كحك العيد اللي هينزل في العيد، واستنوا الفيديو بتاع العيد.